مشاهدي قناة المنتخب أينما كنتم داخل أرض الوطن وخارجه في حلقة مباشرة من برنامج استوديو الكان، والتي تأتي مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة بين أسود الأطلس ومنتخب البافانا بافانا. ندوة وليد الركراكي شملت مجموعة من المواضيع المهمة التي سنناقشها خلال حلقة اليوم رفقة الزميل محمد فؤاد. السي محمد فؤاد، مرحبا بك على قناة المنتخب. مرحبا بك يا سي امين، ومرحبا بالسي بدر الدين. ولا تعليق. طبيعة الحال سي بدر الدين، كما تنقول دائما المحلل الدائم لبرنامج استوديو الكان، مرحبا مجددا بك. مرحبا زميل امين، مرحبا ايضا بزميل محمد فؤاد، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات اينما تواجدوا واينما تواجدن. واظن على انك دخلت انت ايضا في البطوله، دخلت لواحد المسار حاسم، انت ايضا دخلت الى هذا المسار الحاسم يا اخي، وليتي كتفرض عنا قانون صعب جدا اننا نبداو به. لا 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 بدا تكون شويه ديال الابتسامه، ولا بدا شويه بطبيعه الحال سي بدر تسنستي مع البرنامج. لا هو هذا الشيء تنلقاو ردود الفعل الايجابيه اللي تسعدنا ديال المشاهدين ديالنا في قناه المنتخب، وهذا تيحفزنا على العمل اكثر وتطوير المحتوى بحول الله وقوته. ما شاء الله انه الانسان يتطور مع الممارسه. ما خداش راه للاشاره زميلنا امين، ما خداش شي فورماسيون او شي تكوين ليكون مقدما للبرامج، لانه كتعرفوا راه كاين واحد الفرق ما بين الاعلامي عندما يكون في الصحافه المكتوبه وينتقل الى السمعي البصري، كتكون شويه الامور صعبه جدا في مواجهه الكاميرا، ولكن ما شاء الله راه بحال المنتخبات الصنديده وماشي كياخذ الايقاع ديالو رويدا. يبين لي عليه التعب شي شويه من التنشيط ديالو اولا، وعاده حتى بالنسبه زعما الايقاع ديالو في الصحافه الورقيه وايضا على الموقع. وحنا شوف فؤاد، حنا كلنا معبئون، كنعرفوا بانه المنافسات ديال كاس افريقيا الامم، كاس العالم، اي منافسه كيكون فيها المغرب وعندها طابع قاري ولا دولي، كلنا كنتعبئوا. جريده المنتخب كلها كتعبئ. اليوم كان واحد الوقت عندنا غير الصحيفه الورقيه، واحد الوقت ولا عندنا صحيفه ورقيه صحيفه الكترونيه. اليوم عندنا هاد صحيفه ورقيه وصحيفه الكترونيه، وعندنا القناه التلفزيونيه اللي بكل تواضع تنقولوا باننا احنا نسعى الى تقديم الاضافه للمشهد السمعي البصري، ونتمنى ان نكون موفقين فيه. عمل يومي مرهق جدا ما في ادنى شك، سال المجرب لا سال الطبيب، ولكن من اجل اغناء النقاش ومن اجل المشاهد الكريم لا شيء يهون من اجل هؤلاء جميعا. معنى ذلك راه ربحنا جوج دابا ديال المنشطين سميتو جلو توجور واخا في الكوت ديفوار، ولكن امين اليوم عوضوا يعني بحال تنقولوا بوفالا خرج امين عدلي عوضوا. ايوا نتمنوا نكونوا في قدر تطلعات قناه المنتخب، وهذا حديث من هرمين في الاعلام الرياضي، ما يزيدنا الا قوه ان شاء الله باش نجتهدوا اكثر لتقديم افضل محتوى. السي محمد فؤاد، بغيت نبدا معك حلقه اليوم اذا سمحتي بالانفراد الذي كانت قد نشرته جريده المنتخب الالكترونيه امس، الا وهو غياب سفيان بوفال لاعب الريان القطري، الذي تحدثنا سواء في مراسله الزميل عزيز جلول تويجر او على مستوى الموقع الالكتروني بان الموسم ديالو قد ينتهي، وهذا ما تاتى وما قاله وما كشفه الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوه الصحفيه التي عقدها اليوم. سفيان بوفال كان معولا عليه لتقديم الاضافه التي قدمها في الدور الاول، الان سفيان يتاكد غيابه عن مباراه جنوب افريقيا وباقي مباريات الكان. سي فؤاد، شنو يمكنك تقولنا على الغياب اللي واش يقدر يكون مؤثر ديال اللاعب ديالنا سفيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعد اول حاجه هي الانفراد اللي سبقت فيه المنتخب امس من خلال المراسله ديال صديقنا وزميلنا جلو تويجر بعين المكان، واللي قال في يعني خبر تصريحي او انفرادي ان سفيان بوفال انتهى الحضور ديالو في الكان، ولكن ليس فقط غير المباراه ديال جنوب افريقيا غدا ان شاء الله، ولكن بالنسبه لنهايه الكان ما يؤكد على ان الغياب سيكون ل4 اسابيع حتى حسب ما وردنا من الاخبار يعني الراهنه منذ امس الى الندوه الصحفيه اليوم اللي اقرها الناخب الوطني، وقال بانه سفيان بوفال انتهى حضوره في الكان على مستوى الاصابه دون للتجديدات. ما قالش نوعيه الاصابه اللي واش هي نفس الاصابه اللي كان تلقاها مع الريال القطري على مستوى رباط الساق، ام ان هناك تمدد عضلي كما اشيع. الخبر اليقين ان وليد الركراكي ما وصف لنا شيء الوصف ديال نوعيه الاصابه، ولكن اعطانا الاشاره بانه انتهى امره بالنسبه للحضور ديالو في كاس افريقيا. ولكن
عرفنا حنا كنعرفوا سفيان بوفال القيمه ديالو الفعاليه ديالو والنجاعه الهجوميه ديالو الفريق الوطني يعني قويه بزاف. طبعا نتحسر الغياب ديالو، ولكن هذا ما كيعنيش انه كاين الخلف ديالو موجود لا في امين عدلي ولا ايضا في عبد الصمد الزلزولي في رفع هذا الايقاع، وغيكون الغياب ديالو انا اعتقد دفعه معنويه حتى بالنسبه للخلفاء ديالو على المستوى الموقع ديالو الاستراتيجي كجناح ايسر. هناك قلت عبد الصمد الزلزولي ربما يكون حتى امين حارث اللي ينزل، يقدر ربما ينزل ذاك الرواق، ويكون ايضا حتى امين عدلي، ولكن سياتي الحديث على امين عدلي وايضا على عبد الصمد الزلزولي من خلال استراتيجيه ديال الاروقه كامله على مستوى اليمين وعلى مستوى حاله غياب زياش، حتى نتاكد من في اي موقع سنضع فيه الخليفه ديال سفيان بوفال. طبعا نتمنوا ان الاصابه ديالو تكون ان شاء الله حتى من بعد الكان، لانه كاين استحقاقات مقبله اللي خاصه باقصائيات ديال كاس العالم اللي غندخلوها في شهر يعني مارس، وربما نتمنوا انه يكون موجود في ديك الفتره، لان غندخلوا للجوله الثالثه من الاقصائيات ديال كاس العالم، ونتمنوا يكون حاضر لانه دائما يؤتت المنتخب ديالو بالمهارات والغير، حتى بالنسبه للحديث ديال الصحف العالميه ومنها المصريه، منهم كل شيء يتغنى بسفيان بوفال. ونتمنوا ان هذه الاصابه هذه تدوز كطارئ يعني غير كسحابه صيف، في انتظار ان شاء الله العوده ديالو للفريق الوطني بكامل العافيه. نعم فؤاد. سي بدر ادريسي، تنعرفك من الصحفيين المهنيين اللي تيبغيو الصدق في المعلومه. امس عندما نشرنا خبر الانفرادي حول سفيان بوفال، تنعرفوا لي ريزو سوسيو سي بدر الدين وبعض الناس تيتحدثوا على ان لا بوفال يقدر يضيع عليه غير المباراه ديال جنوب افريقيا، ما يمكنش يكون غائب على باقي مباريات الكان، لكن كما قلنا وليد الركراكي كان جازما اليوم مؤكد بان سفيان بوفال الكان يغيب عليها الا اذا حدثت معجزه. زميل امين، المنتخب كمرجعيه وكصحيفة يعني عندها تقريبا 38 سنة في عمرها، لا يمكن قطعا أنها تنشر أخبار من دون تحري نسبة كبيرة في الصدقية في نشر في صحة الأخبار. أولا عندما يأتينا خبر، وأنا من موقعي أتكلم كرئيس تحرير، كيجي شي خبر كي يلامس الفريق الوطني او المنتخبات الوطنيه بشكل عام او الجامعه او الذي، الا وكان نكون مضطر انني ولو انني على ثقه كامله بجميع اعضاء هيئه التحرير ما شاء الله اللي عندهم مصادرهم الموثوقه، ولكنني دائما واخا كيجي من كيأكد لي المحرر لانه من مصدر موثوق، ولكن مع ذلك كنعمل على التحري اكثر واكثر. بطبيعة الحال عندما نشر الخبر بالامس هناك من شكك فيه، وهناك من قال على انه الغياب غادي يكون فقط على مباراة جنوب افريقيا، ولكن احنا من مصادرنا تاكد لنا على ان الاصابه هي في ربله الساق نفسها، وعلى انها عباره عن تمدد عضلي، وعلى انها ما غتستدعيش على كل حال التوقف اللي كان طرأ في المره الاولى. المره هذه ستقتصر على 4 أسابيع، 4 أسابيع مقدرة للتعافي والشفاء من هذا التمدد العضلي القوي جدا اللي حدث لسفيان بوفال على فكرة في الحصة التدريبية ليوم السبت أول أمس، يعني يوم السبت، وبالتالي 4 ديال الأسابيع معناه أنه خارج كأس أفريقيا الأمم، لا يمكن استرجاعه. اليوم كان من الضروري أننا من إزاء حملات التشكيك في صدقية الخبر أننا ما كانش ممكن أننا نبقاو نزيدوا على الأشياء. اليوم كان وقد كتبناها اليوم في الصباح، أنا قرأتها في موقع المنتخب، على أن الندوة الصحفية لوليد الركراكي ستقطع الشك باليقين، وها قد جاء اليقين من عند الناخب الوطني اللي قال على أن بالفعل سفيان بوفال لغاية الأسف خارج ماشي غير مباراة جنوب إفريقيا وخارج الكان إلا إذا حدثت معجزة. شنو هي هذه المعجزة؟ الله أعلم، لأنه أنه يرجع يتشافى، أن يتفاعل إيجابيا مع العلاج اللي غادي يخضع له، ولكن أتصور على أننا دخلنا في واحد المرحلة عصيبة جدا. كنتصور على أنه من الصعب جدا أنك ترجع لاعب ما يكونش في كامل الجاهزية ديالو، فإذا يجب أن نتكلم اليوم على أن سفيان بوفال خارج كأس إفريقيا الأمم، ولعله جوكر ضاع من يد وليد الركراكي. تذكر جيدا، ربما انت حضرت الندوه الصحفيه لوليد قبل لما كشف على اللائحه، قال على انني لو كان عندي 23 لاعبا ما كنت لاختار بوفال.
بمعنى ان اخترت بوفال لانه اضيفت 3 عناصر، ولينا غنمشيو ب 27 اضيفت 4 عناصر، وبالتالي اعتبر سفيان بوفال كجوكر. استعمل هذا الجوكر في الجوله الثانيه من مباراه تنزانيا، تذكر ذلك، لان عبد الصمد الزلزولي ولا بدا المباراه، ثم بدا المباراه ديال الكونغو الديمقراطيه، ثم لعب المباراه ديال زامبيا، والامور كلها مشات بطريقه عاديه. اليوم فقدنا سفيان بوفال، صحيح انه لاعب مؤثر بحال اللي قال السي محمد فؤاد، لاعب عنده دوره في التنشيط الهجومي، عنده دوره في انعاش الجهه اليسرى من الهجوم ديال الفريق الوطني، ولكن انت امام واحد الاحداث كتوقع. البارح المنتخب المصري لعب المباراه ديالو امام المنتخب الكونغولي منقوص من 5 لاعبين في طليعتهم محمد صلاح، غيابات مؤثره. ثم ايضا لا ننسى اننا في اطار كاس افريقيا للامم، مع الرطوبه ومع ارتفاع درجه الحراره كتصبح العضلات ديال الجسد كتصبح رخوه جدا، بمعنى ذاك التمدد، اي تمدد من اي نوع يمكن انه يحدث، ما نقولش يعني غينتج عنه اصابه عضليه من الصعب جدا ان تلتئم بسرعه. فلذلك انا اتصور كيف قال وليد الركراكي في ندوه اليوم، مشى ب 27 لاعبا. سفيان بوفال غادي يبقى يدعم الزملاء ديالو ويعيش معهم هذه المغامره الجميله اللي نتمنى اننا نمشيو فيها الى بعد مدى، ولكن البدلاء اعتقد جاهزين. ولطالما قلنا في وقت سابق ان قوه هذا الفريق الوطني الحالي تتمثل اولا في انه كاين اللاعبون الاساسيون، ولكن ايضا البدلاء تيدقوا بقوه. بدلاء عندنا بمستوى كبير جدا، ما يعني على انه لا خوف على الفريق الوطني في غياب سفيان بوفال. المساله العلميه بدرك رائع جدا، قلت هذه النقطه كامل، لانه مساله الرطوبه وكل شيء، لان مزيان نقولوها للمشاهدين على مستوى الامور العلميه في مساله ديال تمدد العضلات من خلال الرطوبه ومن خلال الامور اللي خصها تكون واخدينها الناس يعني بجديه، ماشي فقط انه اصيب، ولكن ربما تكون عوامل الطقس والمناخ، وايضا حتى بالنسبه للرقعه ديال الميدان، ربما تقدير تجي غير شي التواء على بالنسبه لشي حفر، ولا بالنسبه حتى الغازون اللي كيكون اصطناعي الى غير ذلك. هذه من المؤثرات اللي كتجيب الاصابات على مستوى واحد النقطة ممتازة بديتي في التدخل ديالك فؤاد، هي القضية ديال هناك بدائل لتعويض سفيان بوفال. تحدثتي عن التأثير ديال بوفال داخل المجموعة، لكن هناك أسماء بإمكانها أن تعوضها. يمكن عندنا أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي، ولا حتى اسماعيل السيباري اللي تاع في الجهة اليسرى. يعني هذه العناصر هذه واش يمكن لها فؤاد تكون أحسن بديلة لسفيان بوفال وتقدم لك الإضافة للفريق الوطني؟ أنا اللي كيهمني هو النجاعه الهجوميه. حنا قلنا بان المباراه ديال زامبيا حنا شفنا الزلزولي في 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 وقت ما اضاع فرص، يعني راس المرمى، يعني كاين الفعاليه، ولكن الحسم ديال الفرص هو اللي ما ترجموش الاهداف، لانه كان الكل كان انتقادات موجهه الفريق الوطني عنده قله في النجاعه الهجوميه. كنا نخرجوا كما قال بدردي في الحلقه السابقه، كنا نخرجوا على الاقل ب4-1، كانوا يسجلوا علينا على نعطيوهم هدف، وحنا كنا نماركيو 4 ديال الاهداف، وهذا شيء طبيعي لان الفرص اللي كتضيعها راه كتادي الثمن ديالها غالي. فرضنا انه ولكن هذا الزلزولي بالنسبه لي انا كيبنى عضو يعني عنده الفعاليه، ما نقول شيء مقارنات ما بينه وبين بوفال، ولكن حتى بالنسبه للزلزولي عنده ديك الجرأه ديال الاختراق، جرأه في السرعه، الجرأه في يعني التجاوز. انا كنقول لاعبين الافارقه ماشي اللاعبين ديال اوروبا وديال اسبانيا، عنده هذه الفعاليه مع الافارقه نتمنى. ولكن حتى بالنسبه لامين عدلي اللي عنده سرعه ما شاء الله واختراقات وعنده مهارات تقنيه، لانه كيقدر يلعب كجناح ايسر ويلعب فوقيلي، لانه كنقولوا حنا الجناح الايسر اللي مغشوش ويقدر يلعب دوزيام افون انهم دو كولور، ولكن يكون مغشوش ويلعب على مستوى سميتو في ديك السيستم ديال 4-4-2، ويلعب مثلا مع يوسف النصيري ودخل يعني ربما يتم. ولكن كما قلتي انه هذا الرواق هذا عندنا ما شاء الله الحمد لله، راه قال بدردي بانه 27 لاعب، وقال حتى وليد الركراكي في الندوه الصحفيه بانه راه الا تمشى ما عندناش بوفال وما عندناش زياش، راه هناك عناصر عندي 27 لاعبا اؤمن بقدراتهم المهاريه والتقنيه وحتى على مستوى اللياقه البدنيه، اللي كنتمنى انه ذاك الجهه اليسرى
الجهه اليسرى انها تكون مشتغله في الرواق الايمن ديال الدفاع ديال الجنوب افريقيا، وغادي نرجعوا عليه لان هذيك الجهه فيها لاعب موادو ربما قد يكون هو اللي اصيب في سميتو مع فريق ديال جنوب افريقيا، هو المدافع الاوسط المظله، جوج اللعابه اللي كانوا مصابين. اللي كيهمني كما جوابا على هذا السؤال هو ان ذاك الرواق الايمن اللي هو في الخط الدفاعي ديال جنوب افريقيا سيكون في اما الزلزولي اما وهذاك هو الجانب اللي يمكننا كما كنقولوا بلغه الكره ناكلوا فيه الخبز ونشتغلوا عليه من اساسا. لذلك انا ما لست متخوفا من الزلزولي ولا امين عدلي، ولكن شريطه ان يدخل لا الزلزولي ولا امين عدلي ان مثلا عطاهم الاحقيه سي وليد الركراكي في ذاك الرواق، عليهم انهم يفرضوا القيمه، لان خصنا النجاح العمومي خصنا نسجلوا، ما خصناش ان دي مباراه فاصله ماشي مباراه ديال دور المجموعات، لان هنا عندنا الدور ديال خروج المغلوب. سي بدر الدين، في اطار نفس السؤال عن البدلاء يمكن يعوضوا امين حريت، لكن بغيت منك الراي ديالك الخاص عندما تلقيت خبر اصابه بوفال، هل كنت قلقا على اللاعب ومدى التاثير ديالو على الحضور مع المجموعه؟ طبعا اقلق لانه اعرف القيمه الفنيه اللي عند سفيان بوفال، والخصوصيه اللي عند اللاعبين داخل الفريق الوطني انهم احيانا كاينين لاعبين كيلعبوا في نفس المركز ولكن بسمات فنيه مختلفه. مثلا اللي تكلمنا اليوم كنقولوا في تصور وليد الركراكي لما وضع اللائحه وضع في الرواق الايسر سفيان بوفال ومعاه عبد الصمد الزلزولي، كما وضع في الجهه اليمنى حكيم زياش ومعاه امين عدلي، ووضع في وسط الميدان لاعبين ثلاثه ديال اللاعبين ديالو الموندياليين وعندهم ثلاثه ديال البدلاء. اذا عمليه طبعا لي دوبلور ما يسمى بلي دوبلور، ولكن ملي كتجي انت لي دوبلور كتلقى بان جوج اللاعبين ما تيتشابهوش في الخصائص الفنيه والتكتيكيه، فلذلك عبد الصمد الزلزولي مختلف على سفيان بوفال. وانا نقول لك علاش الاختلاف، علاش الاختلاف ديال عبد الصمد والزلزولي وسفيان بوفال. عبد الصمد الزلزولي جناح ديال الخط، سي ان ليلي دو لين، كتلقاه بان تيمشي عنده قوه المراوغه وعنده عمليه التسربات وكيمشي في ديك الجهه وعاد ينحرف. سفيان بوفال لا، تينوع الاداء ديالو. سفيان بوفال كيبيركوتي، تيمشي ما كيوصلش للخط ديال مرمى الخصم، ولكن في الديزويت كيحاول يدير عمليه ديال التوغل وعنده قدره على التسديد لي تير انفلوبي. هادو هما الخصائص. اذا راه ملي غتخرج لاعب وتحط لاعب في عوضو، مثلا غنديروا عبد الصمد الزلزولي، اذا غنوليو امام اون اوتر كونسيبسيون، واحد المنظور جديد في توظيف الجهه اليسرى ديال الفريق الوطني. وانا اللي كي مرتاح له هو العوده ديال يا اما نصير المزراوي او يحيى عطيه الله، رجال ديال الاختصاص على مستوى الرواق الايسر، لاننا بحال اللي قال فؤاد غنكونوا معتمدين كثير على ذاك الرواق الايسر، لان ربما هو اللي غادي يعطينا فرص لاختراق المنظومه الدفاعيه واختراق الدفاع ديال المنتخب جنوب افريقيا، على اعتبار ان عنده شويه ديال النقص على مستوى الجهه اليسرى من الدفاع ديالو، الجهه اليمنى عفوا من الدفاع ديالو. اذا انت خصك تشتغل عليه. فبالتالي كان بوفال عنده منظور ديال اللاعب، كان الزلزولي غيولي منظور اخر، كان امين عدلي غيولي منظور اخر. اسمح لي خليني قطعتك. امين عدلي انت هضرتي على المواصفات ديال الكاليتي ديال دو فورس بالنسبه للزلزولي، ولكن بالنسبه للمواصفات ديال امين عدلي يختلف. راه واحد اللاعب خطير جدا في المستوى، ماشي على الاختراقات ويمشي في لالين كما قال بدر على الزلزولي، المفارقات والمقارنات بين الاداء والمهاره ديال اللاعبين. الزلزولي عنده مهارات وعنده الاختراق وعنده البطء في العمليه ديال انه يراو، ولكن العدلي عنده السرعه في الاختراق وعنده العمليه البنائيه ديال لي زون دو كما قالوا بحال بناء العمليه ديال الهدف مع اناحي باش تسجل ذاك الهدف الاول. هذه القوه ديال امين عدلي في الرواق سواء في الايمن او في الايسر. ولكن الا كنت انا قلت الادوار يعني بالنسبه الا كان حكيم زياش موجود فراه ربما غيكون امين عدلي ولا الزلزولي حاضرين في الرواق الايسر، وغيكون طمأنونه على الغياب ديال بوفال. ما غيأثرش شيء طبعا، لانه هنا فاش كنا كنخايبوا دائما شكون هو الخليفه ديال بوفال اللي غنسمعوا فيه في الجناح الايسر. ما كناش كنقلبوا اننا كنقولوا غير بوفال. اليوم اصبح عندي جوج ديال اللعابه هو ما يقول، واحد اولمبي وواحد الحمد لله اختار الحمل القميص الوطني اللي مده ما يقارب لسنه.
نعتقد انه باش نرجع نخلي نكمل، هو انه لي كاليتي والمواصفات ديال امين عدلي راه تختلف عن الزلزولي ولا على بوفال. الراجل ما فيش الانانيه ديال المراوغه، فيه الراجل يعني واقعي في لعبه. راه كتشوفوا باير ليفركوزن ما شاء الله راه في الكورت في اليمين في اليسار، راه هذاك الشيء خطير اللي كيدير. وانا يسعدني اننا يعني وصلنا الحقيقه ديال تواجد واحد من المع اللاعبين على مستوى الجهات والاطراف. سي بدر الدين، واش ما تشوفش بان وليد الركراكي محظوظ بانه حتى في ظل غياب سفيان بوفال وهناك مجموعه من البدائل اللي قادره تعوض هذا اللاعب هذا؟ ماشي محظوظ، ولكن ربما احسن الاختيار. ما تنكونوش محظوظين، لان في كره القدم ما كتنتظرش الحظ انه يعطيك لاعب ما كنتيش كتوقع انه يبرز في كاس افريقيا. لو مون يجي كاس افريقيا يبرز. صحيح انها بطوله تولد فيها نجوم، ما في ذلك ادنى شك، والان بدينا كنشوفوا لاعبين ويمكننا نتكلموا عليها اليوم. ولو اننا وصلنا للدور الثمانية النهائي، كل الناس جاو باش كيتوقعوا غيكونوا من نجوم ديال هذه البطوله. وهنا حضر معايا من نجوم هذه البطوله محمد صلاح، رياض محرز، ساديو ماني، ايو ديال غانا، سخيري تونس، فاذا به هذا كلهم كينطفئوا تقريبا. حكيم زياش او لا اشرف حكيمي، لان كل من كيتكلم على اشرف حكيمي. اشرف حكيمي انا كنعتقد وسط النجوم التي نتوقع الكثيرون بروزهم برز اشرف حكيمي، ولكن برزوا لاعبين في صفوف المنتخبات الاخرى، صفوف المنتخب السنغالي، في صفوف المنتخب غينيا الاستوائيه، في صفوف المنتخب الموريتاني، في صفوف المنتخب الانغولي. اذا برزوا لاعبين جداد، بمعنى ان البطوله كما انها تعطينا البطل الحقيقي من خلال المباريات، كذلك كتعطينا نجوم جدد. واتصور على انه في هذا المستوى وليد الركراكي كان براغماتيا في التعاطي مع وضع اللائحه ديال الفريق الوطني، بحيث انه فكر استحضر السيناريو اللي وقع له في كاس العالم، وكثير من اللاعبين يصابون. واحد الوقت في مباراه فرنسا خط الدفاع برمتي اصيب ونسى. هادشي اللي قلنا بان مباراه فرنسا راه مباراه استثنائيه، لو خضناها بنفس التشكيل اللي لعب امام البرتغال واسبانيا كان ممكن يكون شيء اخر. ولكن اذا هو تفضل الى هذا، بدليل انه مشى مع الهديه اللي عطاتها الكاف عندما قالت ممكن ان المنتخبات تضيف 4 ديال اللاعبين، فهو مشى مع هذا المعطى. قال لهم بسم الله. كاينين المدربين اقتصروا على 23 او 24. لا وليد مشى مع 27 لاعبا، لانه وضع سيناريو ديال ممكن ان البطوله تضيع له لاعبين في اطار في السباق اللي ماشيين فيه، ان لاعبين يمكن يتصابوا ويمكن يصابوا. اليوم هو اولهم سفيان بوفال، اعطاه الحق نصير المزراوي فيما قال انني غندي معايا نصير المزراوي، لانني اثق بان غادي تكون عنده واحد الدور غادي يلعبه. اليوم هو حان يمكن هذا الدور، ممكن انه يبدا المباراه ديال هادشي غادي يرجعوا له فيما بعد المباراه ديال جنوب افريقيا. فبالتالي انا اتصور على انه وليد الركراكي كان دقيقا في الاختيارات، واوجد لكل لاعب بديل من المستوى الكبير جدا، اضافه الى شيء مهم جدا، وهو ان المجموعه تتوفر على لاعبين بوليفالون متعددي الادوار. بمعنى ملي كيقول لك امين عدلي يمكن له يلعب على اليمين ويلعب على اليسار، ويلعب ايضا الا بغيتي تلعب ب4-4-2 يلعب كنف ادمي، يعني وراء المهاجم الاوسط. يعني لك ما تريد في الاختيارات. عندما تلعب باسماعيل الصباري يمكن يلعب لك على راس المثلث ديال وسط الميدان، ويمكن ايضا يلعب لك في الجهه اليمنى. امير حارث يمكن يلعب لك في وسط الميدان ويلعب في الجهه اليمنى. اذا عندك لاعبين متعددي الادوار، واعتقد ان هذه الخصوصيه هما اللي تبنت عليهم اللائحه الفريق الوطني. اولا تستحضر امكانيه ان يصاب لك لاعبون، وخص يكون عندك البدائل الجيدين، ثم ايضا انك يكون عندك لاعبين يتعددون في الادوار، ممكن يلعبوا لك ادوار متعدده. كحال مثلا واحد الوقت لقينا بان راسنا ما عندناش ظهير ايسر، اصيب بمزراوي ومصاب يحيى عطيه الله، جا سي محمد الشيبي وقتل الغرض، يعني ملء ديك الثغره ولو انه ظهير ايمن. قد تحتاج، لست ادري، المباريات هذه، وهذه بطوله من 7 المباريات، عباره انا كنقول الان خرجنا من الدور ديال المجموعات، اليوم غندخلوا كاننا في واحد السلسله ديال لي مونطاني، سلسله ديال الجبال، كان جبال الاطلس او جبال الريف، جبل مر جبل،
وجبل اطول من جبل. الجبل الاول اللي خصنا دابا الان نحيدوه من الطريق هو جنوب افريقيا قبل التفكير في الراس الاخضر او طبعاً. موريتانيا. يمكن نغلقوا بدر الدين هذا الملف ديال اللاعب سفيان بوفال، ونتحدث عن ملف اخر تم تناوله اليوم في الندوه الصحفيه الزميل فؤاد، له ملف اللاعب نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ. اللاعب ان شاء الله بامكانه ان يكون متاحا امام النخب الوطني. فؤاد تدرب مع مجموعه بشكل عادي. فؤاد، السؤال ديالي بشكل مباشر، واش يمكن وليد الركراكي في ظل انه ما اعتمدش على نصر مزراوي في مباراه الدور الاول يقحموا بالثمن بشكل عادي دون ان يكون عنده اي توجس ولا شيء عدم ثقه في اللاعب باش يلعب كاساسي؟ إجابة على هذا السؤال، أنا شاهدت في ملامح وليد الركراكي وهو يجيب على السؤال، ربما لقيت عنده انشراح على مستوى او على مستوى الرد، لانه قال بانه اصبح نصير مزراوي جاهزا 100%، ما نقولوش 90% او 80%، ما نقصش، ولكن التفاؤل ديالو لانه مشى مع يعني ذاك البروتوكول العلاجي ديال المده ديال اللي كان ملائم مع التقرير الطبي ديال بايرن ميونخ، احترمه من بعد ما جاء يعني انتهى الدور الاول، لانه ما يقارب كما قال بدر الدين يعني في حلقات بانه راه منذ العاشر من شهر ديسمبر الى اليوم راه عنده تقريبا ما يقارب 6 اسابيع، هو الان استوفى تقريبا وما يزيد لان كان عنده الدور الثالث، وحنا من الدور من المباراه ديال زامبيا الى يومنا هذا راه 6 ايام اضافيه على مستوى العلاجات ودخوله ايضا في سميتو في الحصص التدريبيه الاخيره اللي رابع وربما غتكون اليوم خامس حصه تدريبيه. فبالنسبه للوليد الوليد الركراكي راه قال بانه راه ارتفع المنسوب ديال العلاجات الطبيه وحتى النجاعه ديال اللاعب انه يريد ان يلعب في نظره، ولكن مع ذلك قال بانه في الجواب ديالو ربما قال لك ما عرفتش واش يمكن ندخلوا في الاول او لا ندخلوا في يعني في الشوط الثاني او داك الشيء باش يعطيه، لانه احتراما للتنافسي، لانه في غياب تنافسيه ديال نصير مزراوي هذه المده ديال شهر ونص راه تشكل يعني خطوره بالنسبه للحضور ديالو في المباراه ديال جنوب افريقيا، ربما يعطيه بعض الوقت للانسجام مع التنافسي ديالو، حتى لو كان ربما ربع ساعه او نصف ساعه الاخيره ما اعتقد لانه يدخل منذ البدايه، لانه احترم منطق انه عطيه الله قدم مباراه رائعه مقارنه مناصفه مع الاداء ديال محمد الشيبي في المباراتين الاوليتين، لذلك فاعتقد انه ما قاله وليد الركراكي راه منصف، لانه يرى التقرير الطبي ديال الفريق الطبي ديال الفريق الوطني مناصفه مع التقرير الاخر، وشنا هي المنسوب ديال النجاح في العلاجات والتعافي ديالو فين وصل. الا كنا كنقولوا 50% كان في الدور الاول، اليوم فين وصلت؟ واش 60 70 80 او 90 او 100%؟ فالانشراح بادي على وليد الركراكي بانه اصبح جاهزا للعب مع الفريق الوطني. نقول في مباراه ديال جنوب، ولو اننا تجاوزنا هذه المباراه قد يلعبوا في المباراه السابقه ويعطيه بعض المنسوب الزمان البدني او الزمني في هذه المباراه على الاقل ربع ساعه او نص ساعه الاخيره هذيك، على حسب يعني المنظومه التكتيكيه وعلى حسب حتى قراءه الخصم، لان الجهه ديال نصر المزراوي او عطيه الله راه غيكون فيها بيرسيتا، اعتقد لانه كون على يقين ان ذيك الجهه ستكون مشتعله على مستوى السرعه وايضا حتى القياده ديال بيرسون كتعتبروا اخطر لاعب سميتو في الجهه اليمنى. في الجهه اليمنى وانا لاحظت شاهدت المباراه ديالو سما 2 مرات او 3 المرات وانا كنعاود وكنشوف القوه باش كندرس الخصم ونشوف بانه فين القوه وفين كتكون. تركيز عليه في خلال التحليل اللي قدموا لنا الامس الزميل حاتم. سي بدر الدين، وليد الركراكي عندما تحدث اليوم في الندوه الصحفيه عن نصر مزراوي اشاد كذلك بمحمد الشيبي وبيحيى عطيه الله. هذه الاشاده هذه واش بغيتك تربطها ليا بمدى نفس السؤال اللي طرحته له فؤاد، مدى امكانيه الاعتماد على نصر مزراوي دون مركب نقص؟ شوف، الى رجعنا حنا للتراتبيه الاولى اللي كانت موضوعه في المفكره ديال وليد الركراكي، غتلقى بان الاختيار الاول هو نصير مزراوي، والاختيار الثاني هو يحيى عطيه الله، والاختيار الثالث حاله طوارئ كيف ما استطاع انه يملأها محمد الشيبي. اليوم واش يبدا بنصير مزراوي او بيحيى عطيه الله؟ المؤكد هو ان وليد الركراكي كيف قال فؤاد تكلم على اكتمال الجاهزيه. الوليد الركراكي ماشي من النوع اللي تيلعب لاعب ما مكتملش الجاهزيه ديالو، بالرغم من الاهميه ديالو
في التشكيل ديال الفريق الوطني. يحيى عطية الله، وإلا درتي مقارنة بين يحيى عطية الله وبين المزراوي، يحيى عطية الله رجل اختصاص، لاعب رجل اليسرى، الارتكاز، يساهم بطريقة جيدة في الجانب الهجومي. لاحظنا عليه عنده بعض النقص على المستوى الدفاعي. طيب ملي كتقبط نصير المزراوي كتلقى على المستوى الدفاعي واقف مزيان، وعنده ايضا اسهامات في العمليات الهجوميه. وربما انا في اعتقادي ملي كان اللاعب عبد الصمد الزلزولي في حاله ما اذا قرر انه يكون هو البديل ديال سفيان بوفال، تيبدو لي واضحا على ان نصير المزراوي قد يكون هو الاقرب باش يلعب حدا عبد الصمد الزلزولي، لانه في الطلعات ديالو تيميل بحال بوفال، تيميل الى الدخول للمنطقه. بالنسبه كنتكلم على نصير المزراوي. فاذا شنو هو على حسب قراءه المنافس شكون هو اللي غادي يكون اليق للفريق الوطني لهذه المباراه بالذات ديال جنوب افريقيا. والان يجب ان نعرف اننا خرجنا من المباراه اللي عندها الحسابات، ما بقى عندنا ما نحسبوا. بمعنى الحساب الحقيقي عندك مباراه ثمن النهائي، كتشوف ربع النهائي، خصك تجاوز هذا الجبل اللي قلت ديال جنوب افريقيا باش تمشي للجبل الذي يليه. فاذا اكيد ان وليد الركراكي غادي يدرس بشكل معمق جدا. يمكن نقول لك لولا ان هذا الغياب ديال شهر ونصف على المنافسه يمكن هو اللي كيشكل شويه ديال اللدود. غير هذا الشهر ونصف راه ما كناش ممكن نتصوروا انهم ما غنلعبوش بنصير مزراوي، ياك اتفقنا. فاذا الان الامور فوق واحد الدفتر ديال التحليلات ديال وليد الركراكي بمعيه الطاقم التقني. والعنصر اللي تيحضر في الخطوره ديالو اللي خصنا نديروا منه اتونسيون بحال اللي قال فؤاد هو بيرسي تاو، اللي كيطيح في الجهه اليمنى ديال الهجوم ديال المنتخب الجنوب افريقي، واللي هو مصدر خطوره، هو اللي تاكسيليري عمليه التحول من الدفاع للهجوم عند منتخب جنوب افريقيا، وهو الرجل الحاسم. يحيى عطية الله تعرفوا مزيان، لعب معاه غير ما مره، لان مع الوداد راه لعب مع الاهلي غير ما مره. عندي واحد السؤال مهم بغيت نوجهه لك. الان تحدثت على بيرسي تاو، انت شخصيا شكون تتفضل انه يلعب نصير مزراوي ولا يحيى عطية الله في ذيك الجهه للحد من خطوره اللاعب الاهلي هذا الامر قلته من قبل، انا مع وجود نصير مزراوي في المباراه، قلت هذا الامر من قبل. وعندي مع عدم دخوله في التنافسيه. لا عندي حساباتي الخاصه، لانه لاعب شوف، انا ما كنقصش من يحيى عطية الله. يحيى عطية الله وقلناها وكررناها لانه لاعب ما شاء الله برز بشكل كبير جدا، ويمكن النسخه ديال يحيى عطية الله الى الان اكثر تطورا من النسخه ديالو مع الوداد واكثر اقناع منه. ولكن اللي كيبرز عندي في نصير المزراوي الحس التكتيكي، الثقافه التكتيكيه ديال نصير المزراوي واسعه جدا، والخيال عنده واسع جدا. يعني ولو انه كيلعب في مركز غير مركزه، وقلناها يعني راه هو تفوق على حكيمي في التحول من الظهير الايمن للظهير الايسر، بمعنى انه الان الا درنا مقارنه بحكيمي اللي لعبنا به ظهير ايسر في كاس العالم 2018، انا في اعتقادي نصير المزراوي تفوق في هذا الريجستر، انه في التحول ولو انه قصري او قهري الا انه نجح فيه. فبالتالي انا في تصوري مكتمل الجاهزيه، نصير المزراوي 100% واجد، وقلناها كان ممكن ان يكون حاضر على حسب البروتوكول العلاجي، يكون حاضر في المباراه ديال زامبيا، ولكن الناخب الوطني تريث قال لا هذا تمشي توقع شي انتكاسه، اللهم اضيف له نخليو ندوزو هذه المباراه وعندنا 6 ايام بطبيعه الحال. اذا اكتملت الجاهزيه. انا في اعتقادي كنقولها مع كامل الاحترام ليحيى عطية الله واللي كنشيد به دائما، كنشوف ان نصير مزراوي يكون في هذه المباراه، ويمكن بنسبه مئويه عاليه هذا يمكن ما سيذهب اليه وليد الركراكي. سي امين انا ما تبارك الله هضر ديالنا نفس التحليل ديالو ديال امس، هضر على المزراوي، هضر من نفس هو عنده قناعه ديالو صارمه بانه سيكون نصير مزراوي حاضر في هذا الرواق، لانه عنده لي كاليتي والمهارات اللي تختلف عن عطية الله كرجل اختصاص طبعا، لانه حنا راه شفنا في المونديال راه نصير مزراوي راه تقريبا لعب المونديال مع انه فروق كبيره تبارك الله، راه ماشي هو
نقولوش نقيسوش نقلوش من المنتخبات الافريقيه. هذا هو القناعه ديالو. ولكن انا عندي ربما واحد الاحساس لانه عطيه الله عنده خبره افريقيه وحده، وعنده خبره ثانيه مع الوداد وضد فريق سان داونز. داكور ضد فريق الاهلي. لا انا تقول ان عنده في الرواق بيرسي. انا عارف انا غنجي انا نقول لان عنده لانه دابا المنتخب الجنوب افريقي راه مشكل من سان داونز، راه لا ماشي 7 8 ديال اللاعبين، 8 ديال اللاعبين مشكل اساسي. لا هو 10 ديال اللاعبين في التشكيل العام ديال 27 و8 اللي كيدخلوا كاساسيين متفقين. وحتى ذاك الرواق الدفاعي ديالهم، ذاك الدفاعي كامل راه كله من سان داونز. طيب عطية الله عنده خبره كبيره في مواجهه هاد الناس ديال سان داونز. فهمنا لانه الامكانيات هذه العائله ديال سان داونز اللي ما عندها امكانيات قويه وجماعيه، حنا غنجيو في الحديث ليها، ولكن عطيه الله عنده خبره افريقيه. عنده لازم نفهم من حديثك وحيد فؤاد انك تتفضل عطيه الله على مزراوي. لا انا عندي انا عنده لا انا اشاطر بدر الدين في الخلفيه التقنيه والمهاريه، وعنده قناعته وتحترم بطبيعه الحال. الاختلاف لا غير حنا جينا مع فريق قوي، منتخب قوي. واش قادر نصير مزراوي انه يجاري اداء السرعه ديال المنتخب جنوب افريقيا؟ راه عنده سرعه خياليه خطيره، راه كيطلع بالرغم عن كاين بعض اللاعبين اللي عندهم تقدم في العمر. راه بيرسيتو واخا عنده 29 عام، شوف باقي كذا تقول باقي عنده 22 عام. تمام. وفي ذاك الرواق الايسر بالخصوص اللي خصنا حنا هذيك الاروقه الدفاعيه ديال حكيمي ولا ديال حكيمي، راه عنده مورينا ده من اخطر اللاعبين على مستوى الرواق الايسر. احنا غنجيو عليه في التشكيله. لا انا تنقول احنا غير باش نحددوا دابا المعطى ديال عطيه الله. انا مع عطيه الله سميتو، ولكن باي تعليمات تقنيه غادي يدخلوا وليد الركراكي. واش غيطلع؟ واش غيبقى سميتو في نص التيران وحريص على انه يقبض بيرسيتاو؟ واش الدور ديال الزلزولي اولا ديال العدلي غيبقى يدافع ويطلع بحال السيستم جول اللي كنا كنلعبوا في المونديال، انه الخط الدفاع الهجومي ديال الوسط بحال عندنا كيطلع ويهبط، داك التماوج اللي كيخلقوا باش المسانده ديال ان ندافعوا ونهاجموا في نفس الوقت. لذلك انا اقترح انه عطيه الله سيكون، ولكن بالمعلومات التقنيه والذكيه ولا بالنسبه حتى بالتعليمات ديال المدرب اللي غيعطيها لعطيه الله. ان كان نصير المزراوي سيختلف الامر، وربما يعطيها الدوره لان ما غيكونش السرعه ديالو. هو عاد عائد من التنافس، عاد عائد من العلاجات، والتنافسيه ديالو قليله جدا. كون كان عنده هذه المهاره الكره كان من البدايات ديال كان كره كان حاضر يعني بشكل رسمي. رساله واضحه الزميل فؤاد. انا بغيت نطرح سؤال عليك على الزميل بدر الدين الادريسي قبل المرور الحديث عن التشكيله المحتمله فيما يخص حاله حكيم زياش. الناخب الوطني وليد الركراكي تحدث في ندوه الوال على ان الاعتماد على زياش يقدر يحسبوا حتى الغدا قبيل ساعات قليله من انطلاق المباراه. شوف هو لما اخبرنا بالاصابه ديال حكيم زياش، يعني غدات المباراه اللي لعب مع المنتخب الوطني اللي لعبها مع منتخب زامبيا، وشاهدنا اللقطه سقوط ديال اللاعب ديال زامبيا فوق الكاحل ديال حكيم زياش، ما استدعى خروجه. حكيم كان باغي يكمل المباراه، ولكن شفناه كينوض ويعني وكيمشي على رجليه، حاول يدير واحد الديماراج باش يشوف واش رجليه غتجاوب معاه، الا انه في النهايه بعد الكشوفات الطبيه اللي تجرت له، وكان من حسن من القرارات الحكيمه للمدرب وليد الركراكي انه قرر استبداله بين الشوطين. اوكي، تم تعويضه بامين عدلي. هذا علاش نقول بانه راه البدلاء الاساسيين والبدلاء تم تقريبا راه محطوطين بشكل اوتوماتيك براغماتيك. على كل حال حكيم زياش بحال اللي تابعنا وعطينا الكثير من الجديد حول هذه القضيه، برغم من اننا ما توصلناش من الجامعه والاعلام او الراي العام، ما توصلش باحاطه طبيه تتعلق بحكيم زياش لتحديد طبيعه الاصابه، وقلنا انها هي عباره عن التواء على مستوى اربطه الكاحل، وبالتالي شنو الدرجه ديال الالتواء. وقلنا اذا كان من الدرجه الثالثه فهذا معناه ان اللاعب خصو يتوقف على الاقل لمده اسبوعين. إلا كانت درجة أولى أو درجة ثانية ممكن. اللي ساعد حكيم زياش أننا كان عندنا 6 أيام تتفصل ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية. بطبيعة الحال خضع إلى علاجات مكتفى، ظهر في الحصة ديال الأمس ولكن ما شاركش في التدريب الجماعية، معناه أن كان كيدور حول الملعب ويقيس درجة التفاعل معه.
كما اكد اليوم وليد الركراكي، قال على انه لا يمكن ان نجزم بغياب زياش على مباراه جنوب افريقيا كما لا يمكن ان نجزم بحضوره. فبالتالي بقى هناك متسع من الوقت لاننا نقف على بعد اكثر من 24 ساعه من المباراه امام جنوب افريقيا. اذا ممكن ان حكيم زياش يحضر، وحنا كنعرفوا القيمه ديال حكيم زياش. تكلمنا على سفيان بوفال، انا اتكلم على حكيم زياش اكثر، لان حكيم زياش تاثيره على المجموعه اكثر واكبر. لاعب اللي انا اعتقد، وقلت هذا الكلام غير ما مره، نسخه حكيم زياش مع الفريق الوطني اكثر تطورا، اكثر جاذبيه، واكثر تاثيرا في القلب على حضوره مع الانديه، سواء كان مع تشيلسي او مع غالاتاساراي، باش تكون واضح معنا. هذا محبوب عند كوت ديفوار. راه قالوا لي واش صحيح ولا ما صحيح انه راه عملوا الاسم ديالو على شي شارع معين. فحكيم زياش وجد في الفريق الوطني للامانه ما فجر بابداعه ومواهبه غيرها في امكنه اخرى، كيبقى مؤثر في المنظومه ديال اللاعب، خاصة وأن من مصادر القوة اللي عند الفريق الوطني هي الجهة اليمنى، وتكلمنا عليها على الثالوث حكيمي أناحي وحكيم زياش، وقلنا بأنه كل المدربين تعرفوا أن هذه نقطة القوة الفريق الوطني، ولكن كل المدربين عاجزين أنهم يوجدوا لها الحل. علاش عاجزين يوجدوا لها الحل؟ لأن هذا الثلاثي كيخلق لك واحد الأنماط غير متوقعة، كي امبروفيزي، يعني كي ذاك الارتجال عنده درجه كبيره في الابداع، ما توقعش الطريقه اللي يلعب. فاذا انا اتمنى من صميم القلب ان يكون حكيم زياش متواجد، ولكنها مباراه كتفرض وجود لاعبين في قمه لياقتهم، ولاعبين ما يكونش داخل المباراه وعنده هاجس انه تعاود الاصابه في نفس المكان. اوكي، فنتمنى ان الفريق الطبي يكون حسم القضيه، وربما اليوم مساء غادي يعرفوا الجمهور المغربي ما اذا كان حكيم زياش غيبدا المباراه ديال غدا او غادي يغيب عليها. زميل فؤاد، ولو بشكل مقتضب قبل ما نمروا للتشكيله المحتمله، حكيم زياش هو اللي كنسجل على منتخب جنوب افريقيا في اخر لقاء، واش الغياب ديالو او الحضور ديالو يقدر يشكل واحد على مدى التاثير ديالو على المعنويات ديال لاعبين جنوب افريقيا؟ بالفعل، لانه هذا المدرب هوغو بروس راه يقرا الفريق الوطني كما يقرا وليد الركراكي جنوب افريقيا. وشنو هما لي بوست كلي، يعني المفاتيح ديال الخط الهجومي ديال المغرب كما نقراو حنا، كما يقرا وليد ايضا المفاتيح. حكيم زياش ما نزيدش الاضافه على بدر الدين لانه قال ما شاء الله الكل شيء، ولكن انا في اعتقادي الامر والقرار النهائي سيكون غدا ماشي اليوم بالليل، لان غدا تقريبا مع 12 او لا في هذا التوقيت 24 ساعه، يعني 24 ساعه بحال اللي قدر الدنيا. المهم ماشي مساء، ولكن حتى الغدا باش نعرفوا شنو هي التطورات ديال الامكانيه الحضور ديالو من عدمه في المباراه الفاصله، لانه حنا ما بين امرين، واش غتدخل حكيم زياش وانت عندك مباراه مفصليه، ماشي مباراه عاديه لا تربح فيها 3 نقاط او لا غتعادل، مباراه مفصليه الا دخلت وغامرت به هو باقي تحت وطأة الاصابه ومازال ما تعالجش شيء. الا كان اللاعب ذاته او بنفسه هو يقر باللاعب ولو انه مصاب، هذا راه حب كبير واحترام كبير اللي زعما نشوفوه من القلب ديال اللاعب انه يحب وطنه، ولكن غتعتبر مغامره. الا كان وليد الركراكي حريص على انه ذاك الجهه اليمنى اللي كيشتغل فيها بداك المثلثات اللي كما قال بدر الدين ما بين حكيمي وما بين اناحي وما بين حكيم زياش، وفي الغياب ديالو من سيكون الوضع ديالو؟ واش غيكون مثلا امين عدلي وغيكون هو اللي كيحسم ذاك المثلثات اللي كتقام ما بين يعني واش سيحسن هذا الدور هذا، على اعتبار ان حكيم زياش نخليوه في فتره راحه حتى ان شاء الله ندوزوا هذه الدوره دي ويلعب الدور المقبل، ولكن كتبقى الاختيارات النهائيه والحاسمه للمدرب بالتشارك مع الفريق الطبي، هو اللي كيعطي الدور الاخضر واش يلعب ولا ما يلعبش. عنده دابا في الحصص اللي دار الحصه البارح هو حصه انفراديه ودار على الملعب بوحده، ما يؤكد على واش هو تمويه، واش هو فعلا ان اللعاب في تطور ديال العلاج ديالو، او شنو القراءات ديال وليد الركراكي الى الغد. نتمنوا انه يكون ابط، يعني يكون جاهز للمباراه غدا ان شاء الله، وما نتمناوش تكون عنده شي مضاعف، ولكن 70 حتى 80% غادي يكون حاضر ان شاء الله. وهذا ما نتمنى الزميل فؤاد، اما كما تيقول سي بدر الدين الادريسي دائما حكيم زياش
تمثل واحد العنصر اساسي في دوك لو تريو ديال الفريق الوطني مع ولكن أوناحي تخوفوا منه الجنوب الافريقيين بزاف طبيعة الحال. راه هو اللي سجل ما قلتيش سجل عليهم في جنوب افريقيا ذاك طبيعة الهدف الحال. الرائع جدا يعني باش نقول لك لان غير مجرد الحضور ديالو فؤاد راه يقدر يحبط المعنويات الناس ديال تما كيعتقدوا ذهنياً. انه راه فازوا على المغرب في الوقيته ديال جوج واحد مع وليد رجلي بعد المونديال راه كانت كثرت الهضره على حتى بروس راه عمل استفز المغرب حنا جايين لهذا الامور لذلك فهم راه يعون شنو هذاك الرواق سميتو ذاك الجناح الايسر اللي عندهم تما راه غادي يكون عنده بلا رحمه مع الا كان زياش محاضر ولا كل شيء. صحيح. دابا اسمحوا لي نمروا الان للتشكيله المحتمله لسي بدر الدين. اسمح لي تفضل زعما قبل ما نمروا التشكيله كاين بعض النقاط قالها وليد ركركي في الندوه الصحفيه على مستوى التفاعلات لانه كاين الصحفيين شحال من مره اللي وجه كاين نفس الاسئله مكرره الى غير ذلك ولكن المضامين كاين مضمون ديال انه يحترم الكاف في الاول حاجه في سميتو في رفع العقوبه ديالو. غادي نتحدثوا على فؤاد غير نمروا للتشكيله مادام التشكيله عاد مرحبا سي بدر الدين الادريسي. التشكيله المحتمله يقدر يدخل بها الفريق الوطني بناء على ما شاهدته في الدور الاول امام منتخب بافانا. لن تخرج على القاعده الاساسيه لانه التشكيل هناك تقريبا ثوابت لا يمكن الخروج عنها. البدلاء جاهزون لتعويض العناصر التي تغيب اضطراريا، هذه القاعده الذهبيه. ثم ايضا هناك تغيير طفيف قد يحدث بالنظر لقيمه المباراه، بالنظر الى المردود اللي كان على مستوى المباريات الثلاث ديال دور المجموعات. فلذلك اعتقد على ان في حراسه المرمى سيقف الاسد حامي العرين ياسين بونو. الجهه اليمنى لا نقاش على اشرف حكيمي. ايضا على مستوى متوسط الدفاع نايف اقرد ما شاء الله اللي قدم دور مجموعات رائع واستحق وجوده في مثل حكيمي وأوناحي وامرابط في التشكيل المثالي ديال لاكاف، الى جانب العائد غانم سايس. ولا طالما تكلمنا واش غانم سايس ولا يونس عبد الحميد، انا اعتقد ثقه المدرب بالعميد ديالو والحضور ديالو الوازن غادي يخلي الفرضيه ديال ان سيستعيد مكانه الى جانب نايف اقرد. على المستوى اليسرى الجهه اليسرى من الدفاع انا قلت لك على انه افضل نصير مزراوي. نجيو لوسط الميدان. وسط الميدان لا خلاف على ما شاء الله سفيان امرابط، عز الدين أوناحي. العنصر الثالث هنا عنصر الربط السي بدر الدين اللي ما تتحدث عليه، العنصر اللي كيزاوج ما بين العمليه الدفاعيه والعمليه الهجوميه. كنا اولا شاهدنا املاح في فتره معينه عوضوا حارث، في مره عوضوا بلال الخنوس، ولكن هذا الشيء كلشي ما عطاناش الاقتناع بتعويض سليم املاح في الوظيفه اللي تيلعبها. واللي قلنا دائما ان سليم املاح بالعين المجرده شيء، يعني لما كتشوفوا انت في التلفزيون شيء، ملي كتشوفوا في ارضيه الملعب شيء اخر. لان في كره القدم ونعاودوا ناكدوها هناك اللاعب بالكره واللاعب بدون كره. اشنو تيعمل هذا اللاعب ملي ما كتكونش عنده الكره؟ لطالما الاعين كلها كتكون مركزه على حامل الكره اشنو غيعمل بها، في حين انه المدربين كيبغي يعرف هذاك اللاعب اللي من دون كره اش تيعمل، واش تيطبق الوظيفه، واش تيطبق الادوار. هذه العمليه صعيبه جدا انها توجدها في شي لاعب اللي مثلا حاضر وغير حاضر. واش ما نقدروش سي بدر الدين نوجدوه في ريتشاردسون؟ لا، ريتشاردسون قدم تطمينات خلال المباراه ديال سميتو، وايضا اسماعيل الصباري هو ايضا قدم تطمينات. كيبقى واحد القضيه ربما غتختلف اليوم، هو ان اللاعب اللي ما كيربحش وكيكون وسط ميدان ما كيربحش بزاف ديال الالتحامات لا الهوائيه ولا الارضيه، يعني الالتحامات الثنائيه كيكون هذا كيقلل له من القيمه ديالو في وسط الميدان. انما انا كنقول اليوم مع منتخب جنوب افريقيا سيت اون ايكيب اللي كتبغي تلعب بلاطاك بلاصي، كيلعبوا لو فوتبول اون موفمون، يعني اللاعب الحركي ما تيعتمدوش كثير على التدخلات العنيفه وعلى الالتحامات الهوائيه بحال الكونغو بحال زامبيا بحال تنزانيا اللي حقا لاعبين كانوا لا اللاعبين كانوا كيتعرضوا للكثير من الافراط في الخشونه لغايه الاسف لا تعاقب كثيرا. اذا ريجستر اخر، يعني معنى ان المنتخب الجنوب افريقيا عنده مستوى اخر في اللاعب. غيكون خصك لاعبين مهاريين، لان غتولي المهاره ضد المهاره.
لذلك انا عندي شك في هذا العنصر الثالث اللي غادي يرافق عز الدين أناحي وأمرابط. هل يكون أملاح يرجع للمكان ديالو الطبيعي؟ هل يكون اسماعيل الصباري؟ هل يكون بلال الخنوس؟ هل يكون ريتشاردسون؟ خيارات كثيره جدا. عطيناك جوج الخيارات سي بدر الدين. لا عطيناك جوج الخيارات ما بين هاد اللاعبين هادو. انا يا اما شوف انا يا اما املاح يا اما اسماعيل الصباري. يعني حاسم نزيدوك في المقام الثالث. حاسم بديت تزيدني في المقام الثالث غنختار ريتشاردسون. اذا هادوما على مستوى ديال الجهه اليمنى اذا حضر اسامه العزوزي. لا اسامه العزوزي يعوض سفيان امرابط. انا تمنيت هذه قلناها انه في حسب سياق المباراه فؤاد لاحظناها ربما واحد الخطا ترتكب في مباراه الكونغو الديمقراطيه. واحد الوقت لما قررنا نحيدوا املاح هيا بدات الكرات كتضيع منه مزيان. دخلنا بلال الخنوس. انا كنت افضل انني ندخل اسامه العزوزي نلعب وحده امرابط ونرجع نلعب بجوج ديال اللاعبين ارتكاز. ويكفي سي بدر الدين ان وليد الركراكي اعترف بالاخطاء ديالو في الندوه الصحفيه على كل حال. فاذا انا بالنسبه لي على المستوى ديال الجهه اليمنى من الهجوم الفريق الوطني اذا حضر كان زياش ابط يعني جاهز مرحبا، ما كانش غيكون امين عدلي. الجهه اليسرى عبد الصمد الزلزولي في خط الهجوم غادي يرجع يوسف النصيري باش ياخذ المكان ديالو. انا بالنسبه لي هي التشكيله المحتمله تراها محتمله واللي كنشوفها يمكن نقولوا لها التشكيله المثاليه. لا ماشي مثاليه لا بالنسبه لي حنا دابا دائما حنقول انا بغينا الراي ديالك الشخصي مادام فتحنا باب النقاش معاك. شوف بالنسبه لي اولا هي التشكيله اللي كنفضل انا اولا وتراها محتمله على ما اعتقد ستراها مثاليه واخذ بعين الاعتبار الفريق المنافس ثم ايضا اراها قريبه من فكر وليد الركراكي لاننا كلنا ما يمكنش اليوم ما شاء الله دابا الان وليد الركراكي عنده معنا يعني سنتين وحنا كنعرفوا من قبل القناعات ديالو سنتين وهو في الفريق الوطني تقريبا عارفينه كيفكر كيخطط شكون هي الثوابت وشنو هي المتغيرات في رسم التشكيله ديال الفريق الوطني. سي محمد فؤاد كان عندك واحد التغيير على مستوى مركز الظهير الايسر كنتي تفضل يحيى عطيه الله على نصر البزراوي لكن الان كامل الحريه من اجل الحديث عن التشكيله المحتمله ولا التشكيله المثاليه اللي تراها قادره على لعب مباراه الغد ان شاء الله. شوف امين الانسان اللي كيكون عنده خبره كبيره في المجال ديال قراءه الخصوم وقراءه حتى بالنسبه للفريق الوطني ديالك وقراءه المدرب لان المدرب هو اقرب الى اختيار التشكيله والقناعات ديالو حتى لاخر لحظه. حنا كتبقى دي فقط غير اختيارات واحتمالات وكنقدروا نوصلوا لان دائما كانت المنتخب كتقرب كتوصل ل 90 حتى ل 95% من الامور ديالها اللي كتكون انفراديه. التشكيله ما نخرجش على اللي قال بدر الدين لانه الخط الدفاعي محترم كامل باستثناء حضور انا كنقول عطيه الله الاعتبار على الخبره ديالو ولذا ما جاز انه اخطا ولا ربما ارتبك ولا غادي يكون نصير المزراوي هو البديل في اي لحظه. انت الوسط انا كنقول ربما في هذه المباراه هذه اللي هي قويه وخطيره جدا انا كنعتبرها على مستوى السرعه. انا كنعتبر نلعبوا في الوسط بدون ريكوبيراتور جوج ديال رجلي الارتداد اللي يمكن يكون من سفيان امرت ما يكونش نازل عليه الثقل بزاف ومعاه سليم املاح غنعملوا ديك بحال دابا غنلعبوا باربعه جوج ثلاثه واحد. فؤاد هضرتي على رجل الارتداد يمكن تهضر على امرابط وعزوز حيت راه سليم املاح راه واخا هكاك ممكن تيلعب مهام دفاعيه وهجوميه. املاح راه في لاكوب دي موند راه لعب هذا الدور ديال الارتداد وديال الهجوم ديال صناعه ولكن انا في التوظيف هذه مباراه استثنائيه هذه مباراه مفصليه خصك تنتشد لان عندك خصك تكون عارف علاش انا قلت انا رجلي ارتداد. يعني دابا تقصد انت املاح يلعب بهذيك الادوار الدفاعيه اكثر معاه باش يريح لانه راه كان بدر الدين قال الرطوبه كان اللياقه البدنيه وكون على يقين ان جنوب افريقيا راه عنده واحد اللياقه بدنيه خطيره عندهم لاعبين صراع وسميتو عندهم ديك النجاعه الدفاعيه والهجوميه بحال اللي كطلع داك لاكورديون اللي كضربوا هكا كنضربوا داك لاكورديون هكاك نفس العمليه ديال الخط الهجومي. راه كنت تشوف اسمح لي قاطعتك اسمح لي الله يجزيك بخير اختاريتي انك عطيه الله واش كنتي تفضل املاح كما تيقول الزميل بدر الدين ادريسي دائما يكون في هذيك التغطيه على عطيه الله في
في المباراه يعني. لا عطيت الله ما يكون امراض وهنا واملح في هذه الجهه ديال الجهه التحكيمي هكا تيكون والنظام السابق ديال وليد ركي كيلعب 4-1 كيلعب هذا ديما بيفو هو نور الدين امراض ما غاش اللي كيساعدوه في الوقت هذوك ملي كيكون سليم املح وناحي في الجهه اليمنيه واملح في الجهه اليسرى، ولكن الفعاليه الهجوميه راه املح راه ما عطانا شي حاجه قناعات كبيره على مستوى الفعاليه الهجوميه وصناعه اللعب على مستوى الجهه اليسرى. متفقين؟ لذلك هذه مباراه مختلفه عندنا كنقول السياقات ديال الادوار ديال الدور ديال المجموعه. باقي المراكز فؤاد انا قلت سليم املح اناحي في الجهه اليمنى واملح انا في الجهه اليسرى، وربما يكون اناحي هو المايسترو ديال الهجوم ديال صناعه اللعب، ويكون حتى التحولات انه غيبقى كيمشي يميل الجهه اليمنى ديال الحكيمي وديال الزياش فيما حنا غنوصلوا للخط الهجومي، وسليم املح حتى في ارتداد وسميتو وفي الصعود الهجومي حسب الضروره. الميدان التقليدي عنده وسط الميدان غادي تقليدي امراض املاح وناحي. بالنسبه للجهه اليمنى انا اعتقد بانه زياش 90% غادي يكون حاضر، وفي حاله عدم الغياب ديالو غادي يكون امين عدلي في ذاك الرواق، لان ما شاء الله راه ربطنا في المباراه ديال زامبيا ما شاء الله راه قدم واحد الاختراقات رائعه جدا، واحد الاجتهاد والخدمه ديالو في ذاك الجهه اليمنى مع حتى مع حكيمي ومع اوناحي راه انسجم كانه زياش لعب تما. غير هو كاين مواصفات تقنيه مختلفه عن زياش، لان زياش كان كيخرج وكيمر اما كيسدد اما كيمر ديك التمرير العرضيه الخطيره وحتى هو كيمتاز بها راه تيبدي، ولكن هو عنده حسن الاختراق في الجهه اليمنى ولا حتى بالنسبه لليسرى كيبني العمليات. بالنسبه للجهه اليسرى سيكون سفيان نعم عبد الصمد الزلزولي، واعتقد انه حتى بالنسبه للفريق اللي فاز ضد زامبيا اعتقد انه ايوب الكعبي يقدر يكون مفاجاه، هو اللي غادي يصلح سميتو المتوسط الدفاعي، لانه ثقيل عنده ما بين مفالا وما بين كيكانا، هاد الجوج ديالنا لان كيكانا راه تبدل. حنا غنجيو للحديث ديال جنوب افريقيا. الوقت داهمنا فؤاد، الى سمحتي بغيت نمر معكم المحور ديال منتخب السنغال والكوت ديفوار. السي بدر الدين، كيف تتوقع هذه المواجهه بين هذه الفريقين او المنتخبين العريقين في القاره السمراء؟ بين منتخب مرشح بشكل قوي للاحتفاظ بلقبه واكد على النوايا ديالو من خلال دور المجموعات، كنقصد المنتخب السنغالي. كرة قدم شمولية، كرة قدم ممتعة، لاعبين مهاريين، انسجام كبير فيما بينهم، ولاعبين امين كيطبقوا الفكر ديال مدربهم. يعني انا بالنسبه لي منتخب السنغال كيقرب كثير للمنتخب الوطني المغربي في قضيه اولا الجوانب المهاريه الفرديه والمهاره الجماعيه، وثم ايضا التطابق مع فكر المدرب. تطبيق داكشي اللي كيطلبوا المدرب كاين موجود. اذا منتخب السنغال اللي جاء لدور المجموعات خدا العلامه الكامله، مر ثم النهائي. ربما ما كان حد يتوقع على انه غادي يلتقي المنتخبين معا في هذا الدور، لولا ان المنتخب الايفواري دار ذاك الكونتر بيرفورمانس، يعني دار ذاك العمليه ديال الغير المتوقع انه يخسر جوج مباريات متواليه امام نيجيريا ثم امام غينيا الاستوائيه بحصه عريضه 4-0. ما كناش كنتوقعوا ان هذه المباراه غتكون في الدور، يعني دور الثمانيه. فاذا هي مباراه ما بين منتخب سنغالي ثابت على ادائه ويعرف جيدا كيف يناقش مبارياته، عنده واحد المسؤوليه فوق مسؤوليه الدفاع عن اللقب، مسؤوليه ديال حل واحد العقده تاريخيه لانه عمره ما حقق الفوز على المنتخب الايفواري، وهذه غريبه جدا. ثم ايضا يعرف جيدا على انه كيلعب مع واحد الفريق امام جمهوره. ولا اتصور على ان منتخب الكوت ديفوار الذي عاد من بعيد، ربما الفضل في ذلك الفريق الوطني اللي ربح له المباراه ديال زامبيا، وان كان المغرب خصو يربح هذيك المباراه، حنا ما درناش لي فافور، ما هدينا حتى شي حاجه للشعب، لانه الفريق الوطني دخل المباراه ديال زامبيا باش يفوز بها. واضح الامر. فبالتالي هي مباراه قويه جدا. ربما في سياق اخر كنا نقولوا الكوت ديفوار اللي كتلعب على ارض جمهورها، ولكن اتونسيون راه الفرق اللي كتبعث من جديد او كتخرج من الرماد يعني كيمكن انها تصبح قويه جدا، دير اجنحه ويصعب ايقافها. قبل ما نرجع للتوقعات ديال المباراه، السي محمد فؤاد، كوت ديفوار كما تيقولوا رجعوا من القبر
واش عندهم القدره انهم يتفوقوا على المنتخب السنغالي؟ قال كلمه عبد الدين، قال واحد الكلمه زوينه، يعني بحال عدتي واحد الفريق من الرماد ديالو كان في القبر ديالو، وهذه راه هي النقطه القويه اللي كانت دابا في صحف الكوت ديفوار. انا في متابعه كبيره سميتو ما في ردود الفعل دابا الان، حتى المدرب ديال اللي هو بار انتريم اللي شاد من بعد الرحيل ديال كاسات الفرنسي، شنو قال دابا؟ راه كاين في الندوه الصحفيه ديالو، ولا حتى بالنسبه للتصريح ديالو كيقول البارح خصنا نكونوا رجال. الان اعيدت لنا الروح من جديد، والمغرب اعطانا حظا جديدا من اجل بعث الحياه ديالهم في الوصول الى يعني الادوار المقبله. ما تيخافوش هما من السنغال. راه قال بدر الدين معلومه تاريخيه فعلا رانا كنجسد، لانهم الكوت ديفوار راه ربحهم 2 ديال المرات وتعادلوا معاهم في مباراه واحد في 3 ديال المواجهات. ما كانتش في كاس افريقيا، كانت في مباريات ديال الاقصائيات ديال كاس العالم ديال 2014، وقبل منها كانوا ربحوا 3-0 في الاقصائيات الخاصه بالمرور ديال في 2010 ما اعتقد يعني في هذه السنه هذه. ولكن انا تنقول ربما ما نمشيش في هذا الهيستوريك، يعني هذا التاريخ ديال نامن به بانه راه الفريق الكودي دائما هو يعني الحلقه اللي كتغلب دائما المنتخب. الامر يختلف اليوم. انا قدرت بانه راه المنتخب سالمي خصو يحافظ على اللقب ديالو، خصو يوصل يعني لاقصى الادوار ربما، لانه يدخل في توب المرشح. ايضا الكوت ديفوار اللي تبعتت الحياه ديالها مع من خلال الفريق الوطني راه يؤمن بانه قال المدرب ديالو ما امين. راه خصنا نكونوا اليوم رجال، نكونوا دي كوستو، سنقاتل راه حتى تصريحات. لانه على كل حال قبل ما نغلقوا هذا المحور، لان السي محمد فؤاد ما شاء الله عليه متخصص في قراءه الخصوم، وانت تعرف جيدا ان في جريده المنتخب كل ما كان يتعلق الامر بخصم الفريق الوطني الا وكيكون السي محمد فؤاد كيقرا. فانا نتمنى انه يعطينا في منظوره بسريعا شنو هي التشكيله المحتمله للمنتخب الجنوب الافريقي بعد ما استعرضنا التشكيله المحتمله للفريق الوطني، ولو بشكل سريع. بالفعل وانا فعلا انا قال لك المدرب الذي ينتصر دائما مع الفريق ديالو اللي كينتصر به. راه في المباراه ديال ناميبيا ب 4-0 حضر بنفس الفريق ديال امام المنتخب التونسي ب0-0. التشكيله ديالو الرسميه انا حطيتها هنا باش يكون المتابع الكريم على درايه، كما اعتبار ان ديال المنتخب راه مشكل من صن داونز. انا نقول لهم بسرعه ويليامز كحارس هذا من صن داونز، موديبا كظهير ايمن بصن داونز، ظهير ايسر فعلا، ومفالا هذا من صن داونز ايضا، هو وسط الدفاع مع كيكانا. وهذا كيكانا هذا كان هو البديل ديال واحد المدافع في المباراه اللي خسروا امام مالي، كان غزولو سينداي. هذا غزولو سينداي اللي كان مع مفالا، حيدوا المدرب ولعب كيكانا في المتوسط الدفاع مع مفالا في المباراتين التاليتين. كجناح كظهير ايمن كاين اللاعب موادو، هذا اللي عليه دابا نقاط استفهام واش غيكون حاضر ولا ما يكون حاضر. الظهير الايمن موادو تا هو من صن داونز، لان الخط الدفاعي كله دابا كله مسطر من صن داونز. واش غيلعب ولا ما غيلعب شيء، ربما هذه هي الرؤيه اللي غادي نشوفوها في المباراه ديالو خلال التشكيله ديالو. ما حضرش لان الاصابه ديالو ما تعالجش فيها، وكيقول بانه وصل لواحد المرحله ديال 90% من التعافي ديالو. 2 ديال الحوايج ايضا عندهم خط وسط قوي جدا، فيه مكوينه من صن داونز ايضا، وفيه اللاعب سيتول من الطونديلا البرتغالي. ما يعني هاد 2 عندهم سيتول هو بحال كتقول عندنا سفيان امرابط، لاعب يقولوا قالوا عليه دابا المراقبين في جنوب افريقيا، تيقول لك هو الميناء الذي ترسو فيه السفينه، بمعنى انه هو اللي كيهز الثقل ديال الفرقه ديال الخط الوسط بحال مقاتل. معاه مكوينه هو رجل بنائي صناعه. راه شفنا شنو دار في تونس في القذائف ديالو بالنسبه لصناعه الهجوم، هو اللي كان ايضا صنع 2 ديال الهدفين في مباراه ديال ناميبيا، في الهدف الثاني والثالث اللي ماركاه هذا سميتو صانع الالعاب تيمبا زوان، ولا غنقولوا تيمبا زوان. واخا صانع الالعاب راه عنده 34 سنه وماركا 2 ديال الاهداف، لانه حتى المنتخب النيبيا ما كان شيء بالقيمه العاليه ديال المنتخبات القويه. وهنا كنقول هذا المثلث هذا خصنا نراعيو له، وخصوصا مكوينه وتيمبا زواني اللي كيهبطوا كيشكلوا خطوره. في الاطراف كاين بيرسيتاو في الجهه اليسرى،
لاعب راه سريع، راه داك الشيء اللي دار في المباراه خصوصا في تونس. حافظينه هذاك حافظينه بالفعل. وكاين تابيلو مورينا هذا حتى هو كان بديل ديال واحد اللاعب سميتو ماسيكو، كان عنده 20 عام، دخلوه في المباراه ديال مالي، ولكن في المباراه الاخيره سان داونز كنظن سان داونز اذا ديال سان داونز، وكاين تيمبازواني ايضا من سان داونز. احنا وصلنا لواحد جوج ثلاثه يعني ما يقارب 7 ديال اللعابه، 7 لاعبين. وهذا المهاجم الاوسط هو الفيس ماكغوبا، عنده 23 عام. هذا بدا يعني قناص جديد، هو الوحيد اللي من دي اورلاندو يمكن بيراتس. لا اورلاندو بيراتس صحيح، الله يعطيك الصحه. ما يعني انه هذا راه ثلاثه المحترفين اللي عندهم كاع في جنوب افريقيا. وانا كان شاطر لانه عجبني من اروع ما يكون الاطار الوطني حاتم البارح اللي عمل ديك القراءه الاستراتيجيه والخطط والامور ديال جنوب افريقيا، كيف فتها يعني فتتها على مستوى التحليل الفني والتقني. كذلك زميل فؤاد فتتي لنا هذا المنتخب الجنوب افريقي، وتنشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل الرائع ديالك. سي بدر الإدريسي، قبل ما نختموا الحلقه اليوم، توقع بخصوص مباراه السنغال والكوت ديفوار. مباراة السنغال كوت ديفوار، شي حد تيقول لي بانه المنتخب الايفواري غادي يمكن يخلق المفاجاه. سي محمد فؤاد، نقدروا نمشيو للاشواط الاضافيه، لانه الكوت ديفوار غادي تدخل هذيك لاغاج دو فانكر، يعني شي نتيجه. النتيجه انا كنقول ربما غادي تخلق المفاجاه وتربح بضربات الجزاء. السنغال لا الكوت ديفوار. المباراه الاخرى سي بدر الراس الاخضر موريتانيا. الراس الاخضر موريتانيا، مع احترامي للمنتخب الموريتاني، لانه حقا كان مفاجاه ديال هذه البطوله، وصوله الى الدور يعتبر انجاز تاريخي. غادي يوضع مشاكل كثيره امام منتخب الراس الاخضر، ولكن ربما كنشوف منتخب الراس الاخضر هو اللي غادي يمر. سي محمد فؤاد، انا مع موريتانيا. علاش؟ الراس الاخضر هي فعلا تصدر المجموعه ديالو، فريق قوي متجانس، وكله اغلب ديالو تقريبا واحد الاكثريه ديال اللعابه اللي كيشكلوا البطولات الاوروبيه، ومنهم واحد 6 من البرتغال. ولكن بالنسبه لموريتانيا عندها الشخصيه ديال المقاوم، ديال المقاتل في الميدان، واللي عملوا مع المنتخب الجزائري راه شيء لا يصدق على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى الحضور، على مستوى المرتدات الخطيره. راه كانوا يفوزوا على الجزائر ب3 و4. راه ملي شفتوا الفرص الضائعه اللي داو، كان في الاخر كيتباطؤوا، ما باغينش يسجلوا، لا يعني كان تباطؤ انه صافي رابحين. ولكن القناعه ديالي انا كنعتقد بانه ربما موريتانيا قد تحدث المفاجاه، اعتبارا انها خلقت المفاجاه المرور ديالها للدور الثاني في التاريخ ديالها، وربحت لاول مره 3 نقاط في التاريخ ديالها في المجموعه، وهي الان تسير في احداث المفاجاه. وانا كنشوف بانه راه قالوا بانه الكان راه هي كان ديال المفاجات، ونتمنى ان شاء الله الفريق الموريتاني، لانه هو فريق العربي الثاني ما بعد المغرب ان شاء الله، يمر الدور ديال الربع. بطبيعه الحال فؤاد نتمنى حظا موفقا للمنتخب الموريتاني، لانه يمثل العرب بعد خروج كل من تونس مصر والجزائر، يتبقى الا موريتانيا منتخب الشقيق، وكذلك المنتخب المغربي. اذا نشكرك الزميل محمد فؤاد على الحضور ديالك معنا في هذه الحلقه اليوم، ونشكر الزميل بدر الدين الإدريسي. كلمه اخيره قبل نهايه الحلقه هذه. مجددا يعني قلوبنا كلها مع الفريق الوطني، نتمنى انه يعني انا يبدو لي على ان المباراه غتكون مختلفه. هناك من ربطنا بالمباراه الاخيره اللي لعبنا مع جنوب افريقيا في جوهانسبورغ، خسرنا ب2-1. اعتقد لا قياس مع وجود الفريق. مباراه هذيك ديال جنوب افريقيا ربما هي قيل لانه قبرص كان اول مدرب مع منتخب افريقيا كيهزم وليد الركراكي. ولكن انا اعتقد هذيك المباراه اولا يمكن نقول لك انا لعبناها بدون حوافز، لان كانوا الفريقين بجوج مؤهلين، ثم ايضا تلعبات في واحد الظروف صعبه جدا، ثم ايضا التشكيل اللي حضر ديك المباراه يعني وسط الميدان كله اللي حضر ديك المباراه ما غيكونش موجود في المباراه الغد. اضافه لذلك هذه مباراه ديال ثمن النهائي ارفع بطوله قاريه اللي هي كاس افريقيا الامم، وتلك المباراه كانت مباراه اقصائيه شكليه ليس الا، فلذلك انا اتصورها مباراه اخرى من طراز اخر. نتمناو ان الفريق الوطني المغربي ان شاء الله يحسمها، لانه عنده الامكانيات باش يحسم هذه المباراه، عنده الامكانيات لا الفرديه لا الجماعيه ولا النفسيه، ومؤازر من قاعده كبيره من الجماهير المغربيه والجماهير الايفواريه. سي محمد فؤاد، كلمه مقتضبه قصيره. نزيدك بدر بانه رئيس الدوله راه خصص 10,000 بطاقه ديال بطاقه المناصر المغرب باش يحضروا المباراه ويشجعوا المغرب في المباراه ديال جنوب افريقيا. اعتقد بانه هذه كتكون مباراه ديال النيه ديال المونديال، غتكون النيه ديال افريقيا، النيه ديال القتاليه، ونضيفوا عليها الريه ونضيفوا عليها المقاومه من اجل الوصول الى النهائي ان شاء الله، اعتبارا انه راه كانت بعض الشكوك اللي
كانت تقول بعض يعني منجمين كانوا يقولوا ان المنتخب المصري سيصل هو اللي مثلا يفوز بالنهائيات وغيكون يحمل كاس افريقيا. اليوم تبدد هذا الحلم لدى الاخوه المصريين، والان يضعون المنتخب العربي اللي غادي يكون ان شاء الله في البوديوم ديال كاس افريقيا، ونتمنوا مرورا بالقتاليه ديال هذه المباراه خصنا نفوزوا بها. وانا اقول لك فؤاد، كذب المنجمون ولو صدقوا لانهاء حلقه اليوم. اما انتم مشاهدي قناه المنتخب نضرب لكم موعدا مجددا ان شاء الله في حلقه مباشره يوم غد قبيل المباراه المرتقبه بين اسود الاطلس ومنتخب البافانا، ونتمنى حظ موفق لكتيبه وليد الركراكي لتحقيق نتيجه ايجابيه واخراج الالاف من الجماهير المغربيه للشوارع مجددا. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.